في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الناس سابت المباراة، في ناس معينة يعني سابت المباراة وسابت الأهداف وسابت لعب الأهلي المباراة اللي حلوة اللي عملها الأهلي ومسكت في إمام عاشور. إمام عاشور قالوا عليه إن هو عمل لقطة وخد اللقطة والكلام ده، وأنا ما إيه اللقطة؟ إيه معناها اللقطة دي؟ إيه معنى اللقطة دي؟ هو في وجهة نظرهم إن اللقطة دي معناها إن هو بيعيط ويتمسكن ومش عارف إيه وفي حب النادي الأهلي وأنا ومش أنا ولا. هو إمام عاشور عمل اللقطة فعلا، إن هو نزل وعمل مباراة حلوة وسجل هدف. هي دي أنا بالنسبة لي اللقطة، إحنا بالنسبة لنا كده كجمهور أهلي هي دي اللقطة. إنما حكاية إن أنا مثلا إن هو يدمع والكلام ده، هو متأثر، هو متأثر إن هو خد له فترة والناس بتحبه ونازل وإحنا كلنا بنسنده ونازل يلعب المباراة، هو اتأثر كده. تمام. انت وجهة نظرك ان هو خد اللقطة وزعل ومش عارف ايه وحط ايده على وشه ان هو خلاص وبيتمسكن لحد مش عارف يتمكن والكلام ده، دي وجهة نظر يعني وجهة نظرك انت. تمام. واحنا مش معترفين بيها. محدش يكلمني ويقول لي مثلا امام عاشور بيعمل عليكم لقطات ومش عارف. جمهور النادي الاهلي ما بيتعملش عليها لقطات. اي لاعب عايز يعمل لقطه يعملها في الملعب بادائه، ان هو يلعب ويسجل هدف والكلام ده. انما حكايه ان هو يعمل لقطه ويسوي ويعيط والكلام ده، دي ما عندناش. وهو هم عارفين كده. اي لاعب بيجي النادي الاهلي ما عارف ان هو جمهور الاهلي مش بتاع لقطات ولا بيدخل عليها اي لقطات. ماشي معايا مستقيم احبك وزي الفل، لا خلاص عايز تمشي ومش عارف ايه بس هتمشي يعني بحته مش حلوه. الذاكره بتاعتي انا زي السمك، بنسى على طول، مفيش وقت انسى اللي انت عملته في ثانيه. لو ليك 20 سنه بتلعب في النادي الاهلي انساها لك في لحظه وانسى اللي انت عملته. انما تقول لي عمل اللقطه على جمهور النادي الاهلي، فانا بقول لك جمهور النادي الاهلي ما بتعملش على اللقطات. اللقطه الوحيده اللي تعملها على جمهور النادي الاهلي ان انت تنزل تلعب وتسجل وتعمل مباراه حلوه وزي الفل ومستقيمه. انما حكايه ان انت تمسك لي في حكايه اللقطات ومش اللقطات دي، فهذا الموضوع ده مش عندنا والله للاسف. ومعلش يعني ايه، هي عند ناس تانية، فركز نركز في الناس التانية اللي هي تخصك ما تخصناش احنا. سلام عليكم.